السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم طارق أحمد. النهاردة بما إنك شفت عنوان الفيديو فأنت أكيد استغربت. حابب أكلمكم عن فكرة، بس قبل ما نتكلم فيها خليني أقول لك إن كلنا عندنا الناس اللي بتعرف تقلب الترابيزة عليك. كلنا عندنا الناس في حياتنا اللي بتخليك أنت لما تيجي تتكلم معاهم أو تتناقش معاهم سبحان الله 180 درجة تبقى أنت غلط. أنت ما تعرفش إزاي بقيت أنت غلط، الموضوع اتحول إزاي إن أنت غلط. فكرة قلب الترابيزة أو فكرة الشكل ده من النقاش، او ان انت تبقى حد سوفسطائي بيتعامل معاك بشكل كده بيروح ويجي ويلف ويروح ويجي في الكلام بحيث ان انت في الاخر تبقى غلطان. دي منتشرة، دي موجودة جدا في حياتنا اليومية، موجودة كتير جدا، ناس كتير بتعملها. الموضوع بقى مستفز لدرجة ان انت مهما ما كنت انت عندك القابلية انك تناقش، بس انت عارف ان الشخص اللي قدامك هدفه في الاخر يوصل ان هو يبقى صح، فانت بتقول له انت صح السلام عليكم، تسيب النقاش وممكن ما تبقاش ترجع تتعامل معاه تاني لان انت عارف ان ده طبع عنده. اللي انا حابب بقى اتكلم عليه النهارده مش دي، اللي انا حابب اتكلم عليه لان ده كده كده موضوع معروف ويعني اتهرس كتير قوي. اللي انا حابب اكلمكم عنه هي فكره ان انت يبقى عندك القدره انك تقلب الترابيزه وما تستخدمهاش. فكره ان انت تبقى عندك قدره انك تقلب الترابيزه على اللي قدامك وما تستخدمهاش، فده انا شايفه من قمه انك تبقى انسان يعني صالح زي ما نقول، او انسان محترم، او انسان خلينا نقول ضلالي صالح زي ما الفيديو مع عنوانه موجود قدامك. فكرة ان انت تقدر تكبح الجدالات، او ان انت عندك افكار او ذكاء ان انت تعمل جدال وان انت تثير جدال وان انت تكسب كمان الجدال ده، سواء بقى انت طريقتك صح ولا غلط وتلف وتدور في الكلام وفي الاخر تكسب انت الجدال، وما تختار ان انت ما تعملش كل ده. ده في حد نفسه خليني اقول لك قمة النزاهة الشخصية، قمة النزاهة النفسية، ان انت تبقى عندك المقدرة انك تقلب الترابيزة على اللي قدامك وما تخليهوش هو صح وقدام الدنيا كلها تخليه طالع غلطان، وانت ما تستخدمش القدرة دي، سواء بقى انت يعني اتقاء لله او ان انت مثلا مش عايز تعمل مع حد اللي انت بتتأذي منه شخصيا. كل ده يخليك انت جوه نفسك عارف ان انت انسان كويس، كل ده يخليك جوه نفسك حتى لو انت شخص متواضع خليك عارف ان انت انسان صح، وان انت خليني اقول لك قليل جدا الناس اللي زيك، صدقني قليلة الناس اللي زيك اللي تقدر تأذي اللي قدامها وما تعملش ده، او اللي تقدر تكسب جدال وما تعملش ده. الناس دي قليلة. القدرة على كبح صنع الجدالات مش سهلة، ان انت تبقى قادر تعمل جدال وقادر تثير الجدل وقادر تاخد حقك بالطريقة وتلف ودور وتبقى فاهم اللي قدامك دماغه ماشية ازاي وتبقى فاهم ازاي تحور عليه، وان انت ما تستخدمش كل ده عشان انت مش حابب ده. لا، ده يخليك شخص صالح، يخليك صدقني لو انت بتشكك في نفسك فبطل تشكك في نفسك، انت انسان كويس عشان ما بتعملش ده، عشان ما بتقلبش على قدامك الترابيزه. ولو حد في حياتك من النوعيه اللي بيقلب الترابيزه، شوف ايه المجال اللي بيقلب عليك في الترابيزه. هل هو في المجال المادي؟ اقطع تعامل مادي معاه. هل هو في المجال الاجتماعي؟ هل بيخلي شكلك وحش؟ هل مثلا هو دايما بيحب ان هو يطلع ببوينت فوقيك كده ويبقى هو كسبان دايما اي جدال؟ وقف معاه نقاش، وقف معاه جدال. من فتره كده ظهرت فكره كده على السوشيال ميديا، من فتره طويله قوي يعني، بس فكره ظهرت كده بوستات غريبه شويه اللي هو انا جاي اسير الجدل واعمل كذا. في منهم بيبقى هيومر يعني وضحك وهزار وخلاص، بس انا يعني دايما بتناقش وبتسال مع نفسي فكره جاي اسير الجدل. يعني انت ايه اللي يخليك تسير الجدل؟ يعني ايه اللي يخليك اصلا تدخل نقاش او ان انت تبقى عندك سعة لان انت تناقش وتعمل حالة جدل ايا كانت دي بهزار او مش بهزار؟ ليه؟ الحل الوحيد ان انت فاضي، او ان انت ما عندكش هدف في حياتك، او ان انت شايف ان انتصارك في نقاش فده بالنسبة لك بيعمل لك قيمة شخصية، يبقى انت شخص فاقد للقيمة الشخصية، فاقد لان انت الاهتمام في حياتك. دايما تلاقي الناس اللي بتعمل جدل، دايما الناس اللي عندها حبا في إثارة الجدل فاقدة للاهتمام، فاقدة للشخصية، فاقدة للطموح. صدقني انت لو عندك شخصية قوية وعندك مبادئ صح، سواء بقى المبادئ دي انت واخدها دينيا صح او واخدها من المجتمع بتاعك صح، او مبادئ انت متعلمها صح،
او عندك، احنا قلنا شخصيه وعندك مبادئ، ويبقى عندك كمان خلينا اقول لك نزاهه شخصيه. لو انت عندك الثلاثه دول ووجهه نظرك سليمه وعندك طموح وعندك هدف، انت الحاجات دي كلها هتخليك مش فاضي تدخل في جدالات، مش فاضي تضيع وقت تافه ملوش اي 30 لازمه. طبعا في ناس هتيجي تقول لي طب افرض مثلا الجدال دوت احنا بنتناقش في حاجه دينيا او بنتناقش في حاجة كل حاجه او في مساله علميه، الموضوع ده كله ليه اهله، الموضوع ده كله ليه الناس الخاصه بيه. لكن ان انت هتضيع وقت في جدال تافه او في جدال ملوش لازمه، لا. لو انت مثلا مهندس فانت طبيعي ان انت تتناقش في حاجات علميه او تتناقش في حاجات ليها علاقه بالشغل بتاعك. لكن ايا كان هو شغل، هو ليه وقت بعد الشغل، بعد الوقت انت محتاج بقى وقت تفضى فيه. يعني يا ريت ان احنا نبطل فكره ان احنا نتجادل او نضيع وقت على الفاضي ونبص لحياتنا. يعني بص لحياتك بدل ما تقعد تعمل جدالات وتوجع دماغك وتتناقش على الفاضي عشان بس تثبت ان انت صح. لو انت عندك ثقه في نفسك وعندك شخصيه قويه وعندك اراء صح ومعتقدات صح، انت مش هتحتاج ان انت تقعد تثبت حاجه لحد. انت مش هتحتاج ان انت توجع دماغك وتوجع دماغ حد معاك او توجع دماغنا احنا كمان معاك. ده ببساطه الموضوع وبساطه التعبير. صدقني ان انت تبقى شخص عندك المقدره انك تدخل في جدالات وتكسبها، تدخل في نقاشات وتكسبها، تقدر تقلب الترابيزه على اللي قدامك حتى لو هو اللي صح وانت اللي غلطان، وما تعملش ده يخليك انسان صح. خليك انسان ضلالي عندك الفكره لكن انسان ضلالي صالح. خليك انسان ضلالي عندك القدره لكن ما تستخدمهاش عشان انت انسان كويس وعشان انت انسان صالح. ده كان كل حاجه للفيديو دوت. كان معاكم طارق احمد. دايما بحاول اخليك تبص معايا بعين تانية، تبص معايا على الموضوع بشكل تاني او بوجهه نظر تانية. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، واتمنى ان انتوا يعني بقى لايك وشير وكومنت والحاجات دي. بس ولا اكتر ولا ده كان كل حاجه. السلام عليكم.